بعد أداء صلاة الفجر هناك 7 أمور عظيمة يمكنك القيام بها، والتي إن فعلتها غفر الله ذنبك وكفى همك ورزقك من حيث لا تحتسب. سبحان الله. ابقوا معنا حتى نهاية هذا الفيديو لتتعرفوا على هذه الأمور المهمة. لكن قبل أن نبدأ، أحبتي الكرام، أود منكم الأعجاب بالفيديو ووضع تعليقا بالصلاة والسلام على رسول الله، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. إما بعد، بلا شك تعتبر صلاة الفجر من أعظم الصلوات قدرا وشرفا، فقد أجمع أهل العلم على أن المحافظة على أدائها في جماعة في بيوت الله لها فضل عظيم. إنها بداية يوم جديد تجدد الإيمان وتحيي القلوب وتبعث الراحة في الصدور. صلاة الفجر هي الصلاة الوحيدة التي ينفرد أذانها بعبارة الصلاة خير من النوم، مما يدل على عظم مكانتها، وقد وردت في فضلها الكثير من الأحاديث النبوية، ومن ذلك ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله.